أهلا وسهلا بكم في قناتكم إنفو فاطمة من جديد. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال بصحة جيدة. اليوم خبر جد مهم، خبر صار بالنسبة للشعب المغربي. كنتمنى يكون على ما عليه هذا الخبر. عقدت الحكومة المغربية واحد الاجتماع، غادي نشرح لكم هذا الخبر اللي جاء في مجموعة من الجرائد ومن بينها هيسبريس. عقدت الحكومة المغربية واحد الاجتماع من أجل إيجاد حلول للمطالبات الشعب المغربي، وبالخصوص القطاع التعليمي والقطاع الصحي. اليوم عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مع باقي الأعضاء الحكومة. عقد هذا الاجتماع وخصص هذا الاجتماع مناقشات مستجدات الدخول السياسي والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأكد بيان رئاسة الأغلبية أن الحكومة تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير. يعني الخطاب ديال الملك كان واردا، والكلام ديال الملك كان جد واضحا بالنسبة للحكومة المغربية، ودعا إلى اعتماد جيل جديد هذا الخطاب من برامج التنمية الترابية وتؤكد انخراطها في بلورة مختلف هذه التوجيهات، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة. هذا الخطاب ديال الملك محمد السادس كان له فعالية كبيرة وكان واضح. فاليوم الحكومة المغربية كتخرج وكتشرح لنا ماذا يجب عليها فعله بالنسبة للشعب المغربي. وتفاعلا مع الاحتجاجات التي وقعت في المغرب، أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية أنه وبعد استعراضها مختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل للانتصار لقضايا الوطن والمواطن. وأضاف المصدر ذاته أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا. وفي هذا الإطار تحيي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة. وأقرت الأغلبية بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، وشددت على أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل مستشفيات بمختلف مستوياتها والرفع من عدد مهني القطاع بما يتلائم مع المعايير الدولية.
وثمنت الأغلبية كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية ومناقشة مختلف جوانبه. وفي هذا الإطار تؤكد أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة. كتأكد الحكومة أنها غادي تحاول ما أمكن أنها تغير القطاع الصحي إلى أحسن وأحسن. والقطاع التعليمي نكمل، وجدد التحالف الحكومي انخراطه القوي في استكمال تنزيل برامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي، إلهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاع الصحة والتعليم. كتأكد على أن غادي يكون هناك تغيير في القطاع الصحي والتعليم، وعلى تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل. غادي يزيدوا في بالنسبة للقطاع الصحي والقطاع كما قلنا التعليمي، غادي يزيدوا في اليد العاملة، أي غادي يزيدوا في الأطباء وفي الأساتذة والمعلمين. هذا الشيء ما أكدت عليه الحكومة المغربية اليوم في الاجتماع اللي كان في مجلس النواب، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن وتمكين الشباب ومواجهة الإجهاد المالي وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز التقاعد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة. خبر جد مهم، وخبر أنا كنظن أنه مفرح إن شاء الله. نتمنى هذا الاجتماع يكون اجتماع له فعالية للشعب المغربي. صراحة الناس كما شفتوا كانت جد حزينة أو جد منفعلة في المظاهرات. نتمنى أن الحكومة تجد حل بالنسبة للقطاع الصحي والتعليمي، فهي كتأكد في هذا الاجتماع أنها غادي يكونوا حلول، وغادي يوفروا اليد العاملة بالنسبة للقطاع الصحي وبالنسبة للقطاع التعليمي، وغادي يكونوا هناك تغييرات مهمة. وهذا الشيء نظرا للمشاكل اللي وقعت مؤخرا في المظاهرات ديال المغرب. كانت نتيجة حسنة أن الحكومة تنوض وتعقد هذا الاجتماع باش يحاولوا أنهم يجدون حلا. كما قالت غادي تفتح باب لإيجاد حلول لهذه المتطلبات الشبابية. كنتمنى يكون هذا الخبر صحيح. احنا شفنا أن هناك اجتماع، شفت في الأخبار أن هناك اجتماع، وكان الحوار دار ما على المظاهرات وعلى متطلبات الشباب ومتطلبات الشعب المغربي، وخصوصا في الجانب الصحي والجانب التعليمي. غادي يكونوا تغييرات فيما بعد، وهذا الشيء كامل صراحة جاء من طرف الملك محمد السادس فيما قال في خطابه مؤخرا.
كان صريح في الخطاب، ونتمنى الحكومة تكون على عهدها وعلى كلامها وتكمل على هاد الأمور، وأنها تجد حلول بالنسبة لهاد المشاكل الاجتماعية التي يمر بها المغرب حاليا. فنتمنى يكون عجبكم هذا الخبر. شكرا على تتبعكم، وما تنسونيش باللايكات والبارتاج، ونتلاقاو في خبر آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.